بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده وبصحه وسهنا يا رب. يعني الفيديو ده هيتاخر شويه علشان انا عايزه اقول كلمتين كده. اني اتاخرت عليكم علشان كان عندي ظروف. يا رب ما حد يشوفها. كانت امي متوفيه لها شهرين اهي. وشكرا على كل اللي عزاني وكل اللي سال عليا. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رجب، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. احنا النهارده نوينا اول فيديو نعمله ان احنا نخزن كرنب، نوفر مع بعض تبقى حاجتنا تحت ايدينا. يلا نصلي ونسمع على سيدنا محمد ونبدا كده نسلق الكرنب بطريقه زمان، ويا رب تعود عليكم الايام بخير يا رب العالمين. يبقى اللهم صل على سيدنا محمد. روحي جايبه حله كده حاطه فيها حبه ميه، جبتها حله كبيره شويه وبدات الميه بدها تفور هنا، وروحي جايبه فيها زي معلقتين ملح هي، واروح جايبه معايا الايه كمون برضو كده عشان تدي نكهه وايه وريحه زي العسل اهو. نقلب دي كده كده مع بعضه كده. ممكن تحطيه حصى لو موجود، وممكن تحطيه ايه مطحون لو انت عايزه يعني. نبدا ان احنا نقطع الكرنب بتاعنا. يلا بسم الله ننزل كده واحده واحده. يبقى اللهم صل على النبي زي طريقه زمان كده. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الكرنب لازم يتخزن في الشتاء، بيبقى طبعا سطح وزي العسل اهو. يقعد معاكي من السنه للسنه، تبقى تحت ايديك الحاجه. احنا السنه دي اللهم صل على سيدنا محمد بصوا يعني اتغرمنا غرامه جامده. كانت الكرنبه وصلت 50 و60، فاللهم صل على نروح نازلين كده بيها كده اهو. نحاول ان احنا مش نوجه حاجه كده عشان الدنيا قدامها نضيفه معانا اهو. ونروح برمين كده برمه اهو، تبقى جاسيه شويه اهو. اللهم صل على النبي. يبقى الميه فورت معانا، ننزلها كده ونروح جايبين الغطا بتاعنا كده. مفيش طبعا الكرنب البلدي مش باخد اي، يعني الكرنب اللي هتفرزيه ما باخدش اي سوا خالص عليه، مش عشان طبعا لما نحط في الثلج بيبقى يرج شويه. نعمل مع بعض كده على ما التانيه مثلا تنسلج شويه يا دوب. مفيش 10 دقايق وتبدأ ان انت ايه تقلبي فيه، او 5 دقايق. المهم ياخد لون بس كده علشان مش يبقى طري ويبقى ايه يبوظ منك وهو في الفريزر. كل ما درجه الفريزر تبقى حلوه ان شاء الله تبقى الحاجه بتاعتك زي العسل ومش فيها اي مشكله، تطلعيها كانك لسه ايه عاملاها بالظبط. يا رب كده يعود عليكم بايام الخير يا رب. وشكرا طبعا على كل اللي تابعني وكل اللي عزاني. يا ربنا كده يا رب اهنيه في الفرح دايما يا رب، ويعود عليكم الايام بخير وكل سنه وانتم طيبين. نكمل مع بعض ونرجع لكم لما الكرنب ايه يتسلك. يبقى كده بسم الله ما شاء الله خلاص نضفنا الكرنب اهو وجهزناه. يبقى تعالوا بقى نشوف الكرنب اللي احنا حاطينها عملت ايه اهو. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. يا دوب مفيش 5 دقايق وشوفتها ايه اهو. لقيت لونها ده طبعا اتغير اهو. طبعا مش نسويها جوه علشان احنا قلنا ايه موضوع الفريزر ده تتخزن معاكي من سنه لسنه، مش يبقى الورق طري يعني مفيش اي مشكله خالص، ولا يبقى طري منك ولا اي حاجه اهي. دقيقتين كده ونطلع ورقه ورقه ونوريكم احلى ناس. يبقى كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بدا ان هو ايه يشتغل معانا اهو. النار شديده شويه اهو. يا دوب يا دوب اللون يتغير كده ونروح ايه نبدا ان احنا نطلع الكرنب علشان ايه في الفريزر مش يبقى يستطرى معانا ويبقى ايه طعمه ايه طري كده ومش حلو اهو. يا دوب تلوينه كده اهو. طبعا انا بعرف البنات دي البنات وليت الصغيره اللي هي جت بنتي وكده، علشان لسه يعتبر داخلين الايه المراحل اللي هي الايه بتاعه المطبخ دي اهي. يبقى نبدا ان احنا لو الكرنبه كده يعتبر متكاتمه في بعضها كده. وطبعا لو الكرنبه زي ما قلت لكم هي مثلا متكاتمه في بعضها او كده او مليانه، ان انت تحاولي ان انت تشيلي ورقه ورقه كده وتحطها في الجانب كده عشان ايه مش تاخد ايه وجه منك كده اهو. اهو نيماها كده في الجانب بحيث ان الحته اللي استوت تبقى فوق والحته اللي ايه الطريه بصي شايفه اهي كده بالظبط اهو. ونبدا برضو ان احنا نغطي عليها كده شويه ونقطع معانا الكميه اللي احنا عملناها دي علشان نخزنها معاكم ونوريكم احلى كرنب لاحلى ناس وصباحكم عسل ان شاء الله. يبقى كده بسم الله ما شاء الله خلاص كده ان الكرنبه كده خلاص اهي ما شاء الله زي العسل اهي. اللهم صل على سيدنا محمد اهو. يا رب كده كل من شاف الفيديو دي وسلق او عمل اي حاجه او خزن حاجه يا رب يجعلها بألف هنا يا رب اهو. نكمل بقى الكميه. نروح جايبين التانيه دي برضو. اللي يشوف الميه دي مش يقول مثلا فيها تراب او كده، دي من الكمون يا جماعه اهي. ونروح حاطين الباقي كده ونروح برضو ايه مغطين عليه. شايفين الورق يا دوب بصوا هو سخن
بصوا يا دوب بصوا على اللون كده علشان يبقى ايه لما ينحط في الفريزر وكده مش يبقى ايه يعني يطري زياده عن اللزوم. فكده بسم الله ما شاء الله. شايفين لون الكرومبه؟ تجيبها صبحه، تجيبي لونها حلو كده. بصي بحب اللون اللي هو الاخضر في ابيض، مش الابيض خالص ولا الاخضر خالص. ما شاء الله انا ابني وعيالي كلهم بيحبوه نفس اللون دي كده اهو. اهو. تخزنيه من السنه للسنه يقعد معاكي ما شاء الله زي العسل. بألف هنا وصحة. نقطع معاكم ونوريكم طريقة التخزين بتاعته. وطبعا كل من شاف نعلق يا ريت يا ريت يا ريت ولو بحرف واحد ويدعي لأمي بالرحمة. ربنا يرحمنا ويرحم مواتنا وموات المسلمين يا رب العالمين. يبقى واحنا كده بنقلب دي كده اهي. اللهم صل على النبي. الورق صبح وجميل وزي العسل اهو. نروح جايبين بقى بين ايدينا كده اهي. نروح جايبين من هنا كده يا بنات اللي بتاع هي بصوا قاطعينها زي بصي من صوت صباعك كده. ونروح جايبين على جد بصي يعتبر عجلتين بالظبط على حسب ما انت عايزه الصابع برضو ما شاء الله. بصوا اهو اهو. بصوا اهي. ترصيه بقى رصه كده بصي ممتازه كده يا دوب. بصي اهو اهو كده ما شاء الله زي العسل اهو. يا رب تجربوها كده كده وانتوا ان شاء الله بالف صحه وهنا اهو. اهو شايفين؟ نرصه على بعضه كده ونوريكم احلى رصه، احلى تخزينه، احلى يوم سعيد عليكم بصحتكم ان شاء الله. يبقى بسم الله ما شاء الله كده خلصنا الكميه زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على النبي. شايفين اهو يا دوب. بصي المقاس المظبوط اهو. شايفين؟ مرصوص رصه مية مية اهو. بألف هنا وصحة يا رب. يلا مع بعض كده نخزنه مع بعض في اطباق كده. ولو عندك اكياس ومش معاك اطباق مش في اي مشكله، بس عشان احنا نرصه على بعض ومش ياخد مكان. يلا مع بعض نوريكم هنعمل ايه. يبقى بسم الله ما شاء الله كده ظبطنا الاطباق اهي. يلا ناخد معانا طبق ويلا ندخل على الايه على الستريتش كده. يبقى كده بسم الله ما شاء الله. روحي جايبه كده الستريتش معايا اهو. لو انت طبعا مش هداكي الستريتش عادي مش في اي مشكله، ممكن كيسه بس تقضي الغرض اهو زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله زي العسل اهو. اهو نغلف باقي الكميه ونوريكم احلى تخزينه كرومب لاحلى ناس. يبقى كده بسم الله ما شاء الله كده خلاص خلصنا الكرومب. ان شاء الله نفتح عليه طول ما فيه كرومب في الموسم بتاعه. طبعا مش نستعمل منه عندي مثلا لرمضان لاي مناسبه. بالف هنا وصحه يقعد من السنه للسنه. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو مش تنسي الاشتراك واكون جزيله الشكر. شكرا على كل المتابعين وشكرا على كل اللي سالوا عليا. يا رب الفيديو يعجبكم ومع الف سلامه واشوفكم على خير. وزي ما تعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله.